وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الصحابة إذا نزلت بكم الكربات أن يقولوا دعاء سيدنا يونس: نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعملها ورد على السبحة 100 كل يوم، 100 الصبح و100 بالليل. وصانا العلماء بكده لأنها وصية النبي وسنة النبي، لأن ربنا قال بعد الآية دي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكأن ختمة الآية إن وكذلك، وانتوا كمان عندكم الباب ده مفتوح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم. متنسيش لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بينزل، وحطي لايك للفيديو لو عجب. روتين جديد يا رب يعجبكم. طبعا اول حاجه بدات بيها هي تنظيف البلكونه. الكام يوم اللي فاتوا كان فيهم تراب كتير، فطبعا البلكونه اتبهدلت. الارضيه بقى كانت كلها تراب وكده، فغسلت البلكونه ومسحتها ومسحت السور كويس، ونفضت الشبابيك والبيبان بتاعه البلكونه وكده. ورحت جايه مطلعه البطاطين بره تتشمس شويه، يعني الايام اللي جايه ان شاء الله هتبقى كويسه. فقلت اما اروق كده الشقه كده وانضفها. طبعا الكام يوم دول كنا مقفلين طبعا عشان التراب، عندنا حساسيه وكده، فما بنطلعش في الايام اللي بيبقى فيها تراب دي خالص، ببقى مقفله عشان يعني بنتبهدل بصراحه في الحساسيه وكده. فلما الجو بيتحسن بروح جايه مفتحه الشقه بقى وابدا انضف. فالنهارده هننضف كده مع بعض. طبعا كنست بقى الاوضه، كانت فيها تراب بقى وورق متقطع، حاجات متكسره من الالعاب وكده. برضو نفضت الخشب ومسحت بقى كل حاجه كده وظبطنا الدنيا، ولميت كده التراب بتاع الاوضه. وهبدا دلوقتي امسحها برضو بالشرشوبه. انا بروق الترويقه بتاعه الاسبوع العادي، دي مش ترويقه العيد. ان شاء الله يومين كده وهنبدا في ترويقه العيد. بس انا نضفت ليه؟ لان بصراحه الشقه عندي اتملت تراب كتير. وزي ما بقول لكم احنا عندنا حساسيه، فالتراب الناعم ده بيتعبنا، فكان لازم ان انا اغير الفرش واهوي الشقه بحيث ان التراب اللي دخل من الفراغات البيبان بتاعه البلكونه ولا كده، كل الكلام ده يختفي من عندي. فكان لازم بقى نمسح كده ونظبط الحته. مسحت كده الاوضه كلها وهسيبها تنشف. طبعا بمسح بقى بالشرشوبه، بحط شويه اي حاجه كده معطره ريحتها حلوه في الارضيه، بس ما تبقاش يعني ريحتها قويه قوي بحيث ان احنا برضو ما نتعبش منها. بحرك كده الحاجات الخفيفه دي اللي انا اقدر ان انا احركها اليومين دول، وبحاول كده امسح من وراها واظبط كده الدنيا. هنغير برضو الفرش بتاع السراير، انا فرشه مفارش قطيفه تقيله. فالجو ابتدى يحرر شويه كده فبدأنا نعرق، فهشيل الفرش التقيل ده واحط دفايات خفيفه. برضو هنفضل نتغطى وهنفضل فرشين دفايات، بس مش هتبقى الحاجات التقيلة قوي دي. هفرش كده الدفايات الخفيفة دي، بحيث ان احنا نبقى نايمين يعني مش عرقانين كده ومتضايقين من الحر. طبعا لسه الجو فيه قلبان وفيه شوية هوا بالليل شوية حر بالنهار، فبرضو الواحد ما يخففش وما ياخدش ان الجو مثلا خلاص بقى صيف وكده. العيا الفترة دي بيبقى كتير جدا، احنا لا خففنا ولا غيرنا اي حاجة، ولكن برضو جالنا برد الحمد لله يعني. بس احنا اصلا لما بنتعرض لاي هوا او تراب بنتعب. فزي ما بقولكوا كده، مجرد بقى ما بدأت افوق كده واحس ان خلاص بقى التراب هدي، لا كان لازم بقى ننضف الدنيا كده. فرشنا السراير كده وظبطناها. برضو انا كنت غاسله الكياس بتاعه المفارش القطيفه دي من قبل الموجه بتاعه التراب بتاعه يوم الخميس والاربع قبلها. يعني احنا كنا خلاص بقى الاسبوع ده كان كله حر بقى، فشلت المخدات غسلتهم وحطيت اكياس ملايات. ولما الجو ابتدى يبرد بقى خالص رحت جايه شايله، زي ما احنا بقى نايمين على المفارش القطيفه. فانا هشيلهم بقى النهارده كده عشان الجو هيبدأ يتحسن ان شاء الله الفترة الجاية. دخلنا بقى كل حاجة وظبطنا الأوضة، وهطلع بقى على الصالة برضو عايزة اظبطها، اعمل برضو بالمكنسة وامسحها والبوفيه يتمسح والسفرة الكلام ده كله. الحاجات دي طبعا بتعبي تراب مطرح الشبابيك مطرح فتحة الباب، فلازم برضو تتمسح زيها زي اي حاجة. هننضف بقى الدنيا مع بعض كده. قولولي بقى انتوا بدأتوا في تنظيفات العيد ولا لسه؟ انا بصراحة يعني متأخرة فيها شوية لان احنا لسه ما اخدناش اجازة. الروتين ده
ده روتين كان يوم السبت تقريبا او يوم الحد، وبقاله كذا يوم معايا، فعشان كده هو متأخر في التحميل. طلعت كده الفطار الاول طبعا. طلعت فراخ تفك، وكنت شارية خيار، وطلعت كيس صلصة. هنعمل غدا بسيط النهاردة كده مع بعض. طبعا اليوم كان فيه شغل بقى وتنظيف وحاجات كتيرة، فعشان كده طلعت الحاجة من بدري انها تفك. شغلت كده عود بخور يعطر الشقة. انا ما بشغلش بخور كتير عشان زي ما قلتلكوا احنا بنتعب من اي روايح شديدة يعني، فبشغل البخور بس كده يعني ايه، مجرد بس حتة صغيرة تغير الريحة بتاعة الشقة. دخلت بقى المطبخ اجهز الحاجة بتاعة الفطار. كان عندي بواقي فاكهة. هنعمل طبق كوكتيل كده بعصير فراولة، وعندي عصير تمر. هنفضي برضو الحاجات دي كده نحطها في التلاجة، ونبدأ بقى نجهز السفرة بتاعتنا. طبعا اي فاكهة بقى عندك لما تلاقيها كده خلاص ما عادتش نافعة انها مثلا حد ياكلها ولا كده، حطيها كوكتيل، قطعيها قطع صغيرة، واعملي لها عصير، وقدميها بقى في بولات صغيرة كده، هتبقى حلوة وشكلها حلو، بحيث برضو ان العيلة كلها تاكل منها، بدل ما شخص واحد مثلا هياكل صابع موز وشخص لا لا، قطعي كله على بعضه، هتلاقيه عمل معاكي كمية حلوة. وقدميها في بولات، البولات بتاعة الكوكتيل. حطيت كده عصير الفراولة. طبعا لو عندك بقى عصير مانجا ولا كده تقدري تحطيه اللي انت عايزاه. هنسيبه بقى ونبدأ نجهز الفطار. طبعا احنا بنجهز العصاير والحلو والحاجات دي الاول، وبعد كده بنبدأ في الفطار، بحيث ان انت تاخدي سلمة سلمة وما تبقيش ناسية حاجة. طبعا اليوم بيبقى طويل، فانت بتبدأي في الفطار تقريبا من العصر او بعد صلاة العصر على طول. فانا بدأت زي ما قلت لكم، انا صاحيه من بدري، خلصت كل اللي ورايا، ودخلت بقى على العصاير وعلى الحلو. طبعا لو هتعملي بقى صينيه كنافه، هتعملي قطايف هتحشيها، هتعملي مثلا بسبوسه، في حاجات كده بتاخد يعني بتبقى احسن لما بتتعمل من بدري، غير مثلا ما هتتعمل في ساعتها وتتاكل. نبدأ بقى دلوقتي برضو نجهز الغدا زي ما قلت لكم، او الفطار عفوا. حطيت كده بصل، وحطيت عليه البهارات بتاعه الفراخ وفلفل اسود وملح، وقلبتهم كده كلهم مع بعض، وقطعت شرايح من البطاطس. وكان عندي كيس صلصة مطلعاه يفك، حطيت بس عليه شوية مية، وتبلنا بقى الفراخ، وسيبنا كده الصينية، حطينا عليها سمنة بلدي، وهنحطها بقى شوية كده لحد ما يجي ميعاد التسوية. في الوقت ده كان صلاة العصر، دخلت اصلي، وبعد كده هرجع اكمل بقى الغدا، لان زي ما قلت لكم احنا بنبدأ في الاكل يعني متأخر شوية عشان الاكل يفضل سخن، لان الفطار الساعة 6، فقدامك ساعتين هتعملي فيهم اللي انت عايزاه كله. خلاص كده سوينا بقى صينية البطاطس ودخلتها الفرن، وعملت سلطة، وعملت رز كده حبة وحبة، وحطيت مخلل، وكان عندنا عصير تمر، وباقي عصير الفراولة اللي احنا كنا عاملينه للكوكتيل قدمته برضو على الفطار. وده كده روتيننا النهاردة، ودي سفرتنا على الفطار. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله اليومين الجايين هنشوف مع بعض بقى تنظيفات العيد، وكل سنة وانتم طيبين بقى. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسيش تحطي لي لايك لو عجبك، وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وبس كده يومنا خلص مع بعض. اخر اليوم بقى حطينا طبقين كوكتيل كده، وقعدنا شوية قدام التلفزيون لحد صلاة التراويح. اشوفكم بقى الفيديو الجاي وروتين جديد. سلام عليكم.